السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة النهاردة هنتكلم عن مهندس جديد، هو يحيى الزيني، اللي هنعتبره مهندس الحدائق التاريخية والقاهرة المعزية. ويحيى الزيني عشان نعرف حكايته، هو من مواليد 1919، نفس السنة اللي فعلا كانت فيها ثورة مهمة جدا في مصر. وعشان نعرف أهميتها هنقرأ اللي كتبه يحيى الزيني نفسه عن الثورة دي وعن مطلع القرن العشرين. هو بيقول: شهد مطلع القرن العشرين عودة الروح لكيان مصر مع صحوة لضمير الشعب، وهبت معها طلائع التنوير تطالب بالتحرر من قيود التعليم النمطي المغلق والمتخلف، لتفتح الأبواب على أنماط رحبة من التعليم ممثلة في جامعة أهلية تتيح التعليم العالي الحر بلا حدود، ومدرسة لتعليم الفنون الرفيعة تنقل المجتمع المتحفز والمتطلع للتغيير لمستويات أعلى من رفاهة الذوق ورفاهية التحضر، فيرتفع لبناء النهضوي للوطن على ركيزتي العلم والفن. كانت هناك مقاومة سافرة أحيانا ومستترة غالبا من الغاصب المحتل، يساندها جمود وبلادة بعض المسؤولين الذين اقتنعوا بمنطق المستعمر وترويجه لنظرية تعميم التعليم الأولي أولا قبل مجرد التفكير في إنشاء جامعة. أما عن تعليم الفنون الجميلة فهو طرف كمالي، ومع ذلك أنشأ الأمير يوسف كمال مدرسة الفنون الجميلة المصرية، وافتتحت الدراسة بها في 12 مايو 1908، كما أسس الزعماء الوطنيون الجامعة الأهلية المصرية. قبل الأمير يوسف كمال القيام منفردا بتنفيذ المشروع، فقرر إنشاء مدرسة الفنون على حسابه الخاص، وأسكنها في أحد أملاكه ذات القيمة المعمارية الأثرية. وفتحت أبواب هذه الدار رقم 100 بضرب الجماميس في 18 مايو 1908 لاستقبال أول دفعة من الموهوبين الراغبين في الالتحاق بمدرسة الفنون الجميلة المصرية، دون اعتبار للسن أو الجنسية أو الدين، وبدون أي رسوم دراسية. حتى الأدوات كانت تصرف مجانا وبسخاء. وهكذا وجد الزيني أن أفضل ما يريده أن يتعلم، وغاية ما يحلم به في مستقبله أن يصبح معماريا، ليقدم أعمالا وتصميمات تمثل ما قدمه الأجداد وما رآه شامخا في القاهرة التاريخية والخديوية من مساجد ومدارس وأسبلة وحدائق وقصور، فيلتحق بالفنون الجميلة ويتخرج في بداية الأربعينات في قسم العمارة، ولا يكتفي بما درس، فيقرر إعداد رسالة علمية في العمارة والفنون الإسلامية، وينجح في الحصول على درجة الماجستير من جامعة القاهرة عام 1947، ويتقدم خطوة إلى الأمام أكثر طموحا، فيذهب إلى فرنسا ليحصل على دبلوم الدولة الفرنسية في العمارة من مدرسة الفنون الجميلة العليا بباريس، ويحصل على ميدالية جمعية المهندسين المعماريين بفرنسا لأحسن المشروعات المقدمة لنيل دبلوم الدولة الفرنسية عام 1953. ويعمل في مصلحة المباني الأميرية في الأربعينات، ويرأس مجلس إدارة المكتب العربي للتصميمات وجهاز بحوث ودراسات التعمير بوزارة الإسكان وشركة التعمير والمساكن الشعبية. وكمان يحصل على وسام الجمهورية عام 1955، ووسام الاستحقاق عام 1977، وجائزة الدولة التقديرية عام 1997. لكن إيه هي حكاية يحيى الزيني؟ هي دي اللي هنعرفها. وندخل إلى عالم الزيني من القاهرة. القاهرة كاشفة لكل ما يحدث في مجتمع المصريين، وقد احتفظت بالكثير في رصيدها الحضاري، ولهذا اختارها الزيني نموذجا للعمارة الإسلامية التي تمتاز بمجموعة ملامح ومعالجات متوافقة مع البيئة الاجتماعية والثقافية، فضلا عن عبقرية التعامل مع مواد البناء وأساليب الإنشاء. وحتى المساكن العامة أوجد لها المعماري حلولا عبقرية ظهرت في الأمثلة المعروفة كالوكالات والخانات والربوع، ويشمل بعضها وحدات سكنية بنظام الدوبلكس والتريبلكس، أي وحدات سكنية منفصلة ممتدة رأسية على طابقين أو ثلاثة بسلالم داخلية.
ويقول الزيني أن نظام الدوبلكس في الوكالات التي بناها المعماري المصري في القرن الخامس عشر والسادس عشر سبق ما صممه معماري فرنسي شهير لعمارة مارسيليا السكنية التي نالت شهرة زائعة عن فكرة الدوبلكس، والتي سبقتها قاهرة العصور الوسطى بما يزيد عن 5 قرون. وبيكلم الزيني عن مدرسة السلطان حسن اللي بيعتبرها أفضل نموذج معماري، وهي بتنتمي في الأساس لأسرة معروفة في فن المعمار منذ عصر الناصر محمد بن قلاوون. وبيذكر كمان معماريين تانيين منهم حسين باشا فهمي وكيل وزارة الأوقاف اللي كلفته خشيار الخديوي إسماعيل ببناء مسجد الرفاعي المواجه لمدرسة السلطان حسن. هي كانت عايزة تعمله مدفن ليها ولأبنائها بجوار مدفن الشيخ علي والشيخ أبو عبد الله الأنصاري. والغريب إن حركة العمل اتوقفت أكتر من مرة، يعني كان في أكتر من مرة عشان إدخال تعديلات أو عند وفاة خشيار نفسها، لكن بعد كده رجع المعمار مرة تانية سنة 1905 بعد توقف فاق 20 سنة. استكمله هيرس باشا وافتتح للصلاة بعدها ب6 سنوات كاملة. وبيتكلم كمان عن شيخ المعماريين المصريين وأستاذ الزيني اللي هو العبقري حسن فتحي، اللي اختار في سنواته الأخيرة السكنة في بيت الفنانين بضرب اللبانة بجوار جامع السلطان حسن. هو اختار الدور العلوي عشان يطل على المسجد وعشان يحكي لتلامذته عن المعماري العبقري اللي عمل الفكر المعماري المتألق لمدرسة السلطان حسن. وبيعتقد الزيني إن مفيش خط فاصل بين القاهرة التاريخية والقاهرة الخديوية. بالنسبة له القاهرة هي كائن حي بينمو، وبيتكلم عن ظاهرة الإجهاد البصري والذهني، وده بيحصل من خلال تشويش في ذاكرة المدينة. إزاي لما احنا نجمل بعض الأماكن الأثرية بأضواء النيون كتعبير متخلف عن البهجة والاحتفال بالمناسبات الدينية والقومية. واتكلم عن خنق القباب الأثرية الجليلة بسبب البيوت العالية البناء وضيعة القيمة. واتكلم عن البوابات الكبيرة للقاهرة اللي بتختفي وراء فيترينات الباعة، كده بيضيع جلال الطبع لهذا الحي التاريخي في طوفان السذاجة والفجاجة والتشويش على الذاكرة البصرية المصرية. أما منطقة وسط البلد فهي كمان بتعاني من خشونة التعامل مع المباني التراثية ذات القيمة. بعض الناس يتحايلوا على القانون وبيهدموا الروائع من شواهد ثروتنا العقارية الممثلة في قصور وعماير وفيلات في منطقة وسط البلد وجاردن سيتي والزمالك ومصر الجديدة والجيزة. وبيتكلم عن ظاهرة تانية هو شبهها باللخبطة الموجودة في وسط البلد. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا مثلا شارع وميدان سليمان باشا، احنا غيرناه لطلعت حرب. الحقيقة ان كل واحد منهم هو بطل مصري صميم. احنا عارفين ان سليمان باشا هو اللي انشأ اول مدرسة حربية في تاريخ البلاد في أسوان، وان ليه تمثال من البرونز نحته المثال الفرنساوي الشهير جاكومار اللي قدم لمصر اكتر من تحفة فنية منها أسود قصر النيل. وبعد كده هنلاقي ان حل محله تمثال اخر لطلعت حرب مؤسس بنك مصر والشركات المصرية اللي وصل ل 23 شركة. يعني كان من الافضل ان احنا نسيب الميدان لسليمان باشا ونضع تمثال طلعت حرب في نفس الشارع اللي شهد بناء اول بنك من بنوك مصر. ونفس المنطق ده هنلاقي بيعاني منه شارع بورسعيد اللي هو اطول شوارع القاهرة، واسمه الأصلي هو شارع الخليج المصري اللي كان بيتجه للشمال الشرقي لغاية البحر الأحمر، حيث يلتحم المجرى القديم بترعة الإسماعيلية، لكن الحكومة المصرية زمان ردمته بعد تفشي الكوليرا. وقامت شركة الترام بإطلاق أول خطوطها في نفس المكان في آخر أعوام القرن ال19. وكان سؤال الزيني ليه نغير اسم الشارع ونلصقه ببورسعيد المدينة الباسلة؟ وإيه الدافع لنزع تاريخ طويل ومنحه المدينة هي كمان تستحق مكان أفضل؟ وبيتكلم يحيى الزيني عن ثقافة التيكاوي، وبيقول إن الناس في مصر بينقسموا لقسمين. أول قسم هم محبي التفرنج اللي بيدوروا على محلات ومقاهي تحمل أسماء أجنبية وبتعمل تحت إدارات أجنبية عالمية. والتاني القسم التاني هم محبي اللغة السوقية اللي بيعتقدوا إن معظم أهل مصر بيفضلوها. وهنلاقيه بيدافع عن القاهرة الخديوية اللي في رأيه هي احتملت ما لا يحتمله بشر من التجاهل والإهمال والارتفاعات والعشوائيات اللي دمرت كتير من التراث المصري الجميل. وبيتكلم كمان عن علاقة أهل القاهرة والنيل،
وقال إن كان في مساحات فضاء بين القاهرة والنيل متروكة لفترة طويلة للاستخدامات العشوائية كاستيعاب نفايات المدينة أو امتصاص فيضانات النهر، فيما عدا منطقة بولاق وما جاورها من ساحل ميناء رود الفرج وأطلال الفسطاط، لغاية ما جه إبراهيم باشا وحول مساحات شاسعة منها لمزارع وبساتين استعان فيها بخبراء فرنساويين، واستجلب العديد من الأشجار وفصائل النباتات النادرة من مختلف مناطق العالم. وبيقول الزيني نصا: ومن خلال الجهد الكبير الذي بذله إبراهيم باشا في إزالة ركام النفايات وتلال الأتربة والمخلفات، تم تسوية مساحات شاسعة بين المدينة وشواطئ النهر، مهدت للزحف العظيم نحو الغرب الذي قاده ابنه الخديوي إسماعيل بعد توليه العرش عام 1863. بيتناول الزيني سيرة القاهرة الجميلة أيام الخديوي إسماعيل، وبيتكلم بعد كده على الزمن اللاحق اللي استولت فيه سلطة الاحتلال على جزء من منطقة أصول الأسرة الخديوية، بداية من قصر الدبارة لغاية شواطئ النهر، وإزاي تعرضت شواطئ النيل للاستغلال والبناء الاستثماري العشوائي لشركات تمويل وإقراض عقاري أجنبية، وإزاي قامت شركات متعددة الجنسيات للإعمار بتنفيذ ضواحي زي مصر الجديدة هليوبلس سنة 1905 والزمالك والمعادي سنة 1908، وشركة باسم شركة النيل للأراضي والزراعة خدت فعلا سنة 1904 مشروع لتعمير المنطقة بين القصر العالي وقصر النيل باسم جاردن سيتي عشان تحل محل مواقع أصول الأسرة الخديوية المندثرة. يمكن ده يكون منطق وطني عميق، لأن الشركات دي اللي احنا بنتكلم عنها الزيني زي شركة مصر الجديدة عملت وأنشأت أحياء راقية دخلت على الخريطة القاهرية بثبات ونعومة وأضافت للرصيد العمراني، لكن هو بينتقدها لأنه هو بيعتمد على رصيد مصري هو بيقول إنه كان أكثر روعة وجمال في منطقة وسط البلد والأصول الخديوية اللي عاشت على ضفاف النيل، اقتداء باللي عمله محمد علي باشا في قصر الشبرا. كان الزيني واضح جدا في اعتقاده ان تاريخ مصر المعماري كان هيكون افضل لو فضل الامر بايد الحكومة المصرية بعيدة عن تجربة الاحتلال، حتى لو حطينا تجربة البارون نيمبان في مصر الجديدة وتجربة احياء جاردن سيتي في كافة الميزان التانية، كانت الكفة المصرية هي اللي هتكون الراجحة. وده هيخلينا نناقش قضية تانية هي إنقاذ حدائق مصر التاريخية، هو بيعتبرها قضيته الأساسية اللي لازم نحافظ عليها، لأن حدائق مصر هي تراث لابد أن يورث لأجيال وأجيال. بيعتبر يحيى الزيني أن أيقونة الحدائق هي حديقة الحيوان لأنها جزء من الذاكرة المصرية، وفعلا بيراقب اللي كتبه علي باشا مبارك في الخطط التوفيقية، وإزاي كانت النواة الأولى للحديقة في حديقة قصر الجزيرة اللي بناه الخديوي إسماعيل لاستضافة كبار مدعويه بمناسبة افتتاح قناة السويس. وبيتعرض بعد كده للفرمان اللي أصدره الخديوي توفيق باقتطاع 50 فدان من حدائق سراي الجيزة وتحويلها إلى مخزن للحيوانات، وده الاسم اللي كان بيطلق في الوقت ده على حدائق الحيوان. وبيحكي ازاي اتفتحت للجمهور من ابناء الطبقة المتوسطة، وان مفيش حد جرأ ان هو يحطم اي معنى للجمال بيها، وما كانتش ابدا موطن للسوقية والاهمال. وبيتكلم عن الأورمان، حدائق الأورمان وحدائق القصور، منها قصر الأمير محمد علي بالمانيا ليوسف كمال بالمطرية، وقصر الأميرة فاطمة أميرة الخير عند المتحف الزراعي بالدقي. ما بينساش الأزبكية والزهرية والأسماك وغيرها من الحدائق اللي أسسها الخديوي إسماعيل والحدائق اللي جت بعد كده. وقضية التعليم هنعتبرها هي القضية الأخيرة اللي اتكلم عنها الزيني بالتفاصيل، وهو كان مهتم جدا بالمباني التعليمية، وبكده ولدت موسوعته الكبيرة المنشآت التعليمية في مصر عبر العصور، وقدم عدة مجلدات. المجلد الأول تناول فيه العصور القديمة وإزاي نشأت العملية التعليمية في مصر برعاية الكهنة وكخدمة للفراعنة، وإزاي كان هو زمن إعلاء للرموز زي جحوتي رمز العلم والمعرفة، والكاتب المصري الجالس القرفصاء، واللفافات البردي، ودار الحياة عنخ اللي كان بيتلقى فيها تلاميذ علومهم. وفي العصر البطلمي دخلت مصر تحت الوصاية البطلمية وولدت مكتبة اسكندرية. وفي فجر المسيحية ونتيجة للتعسف العقائدي لجأ رجال الدين والثقافة للأديرة المنعزلة في الصحراء لإنقاذ تراث مصر الوطني،
وتعلموا في الأديرة الطب والكيمياء والجغرافيا والتاريخ والإنتاج. واتكلم عن المدارس في مصر الإسلامية وإزاي حصلت تعديلات معمارية في الفراغات الداخلية للمسجد بتخصيص إيوانات للتدريس بدل من الزوايا والأركان، وإزاي أنشأت مدارس منفردة كالمدرسة الكاملية والصالحية في العصر الأيوبي، ومجمع السلطان ألوون ومسجد ومدرسة السلطان حسن والمدرسة الأشرفية ومدرسة قايد باي ومدرسة الغوري في العصر المملوكي. واتكلم في الجزء الثالث عن أحوال مصر بعد الحملة الفرنسية وتولي محمد علي باشا أمورها وإنشاء مدرسة المهندس خانة والطب والفنون والصناعات والمعادن والطباعة والبناء، بالإضافة إلى المعاهد العسكرية كمدرسة الفرسان بالجيزة والحربية بأسوان. وعرفنا إزاي تحولت الأصول لأبنية مدرسية بدوافع قومية لما حاول المندوب السامي البريطاني إيقاف العملية التعليمية في مصر، فقام الوطنيون من كبار الملاك بتحويلها المدارس، منها المدرسة الناصرية اللي كانت قصر لسعيد حليم. واتكلم عن الجامعات، منها الجامعة الأهلية فؤاد الأول أو جامعة القاهرة، واتكلم عن ظهورها وإزاي هي اتكونت وإزاي هي بقت الجامعة الأشهر في تاريخ مصر. واتكلم عن جامعة عين شمس وجامعة فاروق الأول الإسكندرية، واختص في الجزء الثالث المنشآت التعليمية بالحديث عن ديوان المدارس اللي أسسه محمد علي باشا كأول إدارة متخصصة تشرف على كافة شؤون التعليم، ثم وزارة المعارف في عهد إسماعيل باشا. وامتد مع الزمن واتكلم عن العملية التعليمية بعد عام 1992 لما ضرب الزلزال مصر وجاء مشروع ال100 مدرسة جديدة كتعويض عن اللي حصل. كمان اتكلم عن مكانة المؤسسات المكملة للعملية التعليمية زي دار الكتب والوثائق المصرية والكتب خانة الخديوية، مكتبة اسكندرية ومكتبة القاهرة الكبرى ومراكز البحوث التربوية والتعليمية. ومنسيش ان هو يشير لشخصيات صنعت التعليم في مصر، منهم الشيخ رفاعة الطهطاوي وعلي مبارك، الإمام محمد عبده، مصطفى كامل وسعد زغلول وقاسم أمين وأحمد لطفي السيد أستاذ الجيل، وجراح مصر العظيم علي باشا إبراهيم وطه حسين عميد الأدب العربي، وإسماعيل قباني أول من أدخل اختبارات الذكاء إلى العملية التعليمية. دي كانت ببساطة لمحات من حياة يحيى الزيني، المهندس العبقري المحب المحروسة والقاهرة التاريخية، القاهرة الخديوية، الحدائق الجميلة. هو واحد من عشاق مصر اللي يمكن ما كانش حد يعرف عنه حاجات كتير، لكن مصر زي ما بيقول كثيرة العشاق. المرة الجاية في الحلقة الجاية إن شاء الله هنعرف شخصية جديدة وهنعرف إيه اللي قدمته. منتظراكم المرة الجاية. سلام عليكم.